الجمعيه اللي كانت متبنيه الملف ديال ايمان الرباط، البنت المغتصبه اللي قالت لك اغتصبها عمها ولد الجيران. انا شفت واحد الفيديو اليوم ضرني، لان الراي العام هذا خصهم يعرفوا الحقيقه ديال هذا الفيديو اللي دار اليوم. انا كنت مبنيه الملف ووصلت لشي حقائق، وملي استشرت هضرت مع مرات باها بان لي بان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم هذا الملف انا تبنيته، تلاقيت انا مرات باها وايمان تلاقيتهم في المحكمه الاداريه، في جيت قضاء اسره في السفلي. تسلمت على البنت ما هضراتش معايا، هزات لي غير راسها. مرات باها هضرات معايا، حنيت انا على مرات باها قلت لها فاش درت معاك فيديو ما قلتيليش بان عايشين معاك جوج د الاولاد. المراه تزيرت تزنقت ما عجبهاش الحال. قلت لها واحد عندك في الحبس والثاني فين هو؟ سمحات فيا وزادت. انا واقفه كنسين واحد المحامي معايا وهي رجعت عندي، راه الكاميرات كاينين في المحكمه، وهي بقات كتسرسر لي نتوما الجمعويين نتوما فعل نتوما ترك، انا عارفه لكم داكشي ديالكم وانا غنوريك وانا فعل. هذا تهديدات، الكاميرات راه كاينين في المحكمه. المهم في العشيه عيط لي واحد التليفون من المانيا، شي جمعويه عطاتها لمرتي حتى هي نفس الشيء، بدات كتهدد. انا المهم انا شفت هذا الفيديو ضرني الحال، بغيت نصلح للرأي العام باش يعرفوا الحقيقه شنو هي. هذاك الجار ولا عمها ولا مرات ولا لا ماشي هما اللي اغتصب البنت، هو ولد مرات الاب لان هرباتو، والجاره مساكن مشاو ظلما، الام 3 شهور والولد عام مشاو ظلما، وعمها حاشا واش عمها يغتصبها، حاشا وعمها، والبنت الامان عليها قاريه مزيان محفظينها شنو غتقول. انا ضرني الحال ما بغيتش ديك الفيديو، ولان خص الراي العام كلشي كيشوف ديك الفيديو، بغيت نصحح للناس باش يعرفوا الحقيقه شنو هي. مظلوم داك جارها ولد الجيران مظلوم، وعمها تا هو مظلوم، ولكن اللي قرا ديك البنت ورجع لها تقول ديك الهضره هكاك، السيده بحال تقول عندها 20 عام كتهضر بفصاحه مقريه مزيان. واش الضغط عليها، واش مرات باها كتهددها، شنو كاين ما نعرفش، لان احنا ما عايشينش معاها وعارفين الوضعيه ديالها في الدار شنو هو. المهم انا تنأكد وكنعاود بان ولد الجيران بريء ومو بريئه. اللي خاصو يعرف الراي العام، امها ما ميتاش مسكينه عندها خطا طبي. انا كانوا قصدوني هما باها جدات هاد المغتصبه قصدني في الجمعيه، بغى المحسنين اللي يعاونوه، مسكين الطبيب غالي الدواء ديال الام ليكوش. ملي مشيت كنلقى هو بسيط المغتصبه وهذيك امها اللي كيهضروا عليها، كتهضر عليها مرات با واحد الهضره خايبه كتهضر عليها. المراه مسكينه واحد الحاله يرتلى واطيب خلق الله، وزعما الناس ضعفاء بزاف. الناس تيتبعوا الهضره لان ما عندهمش الحقائق وعارفين شنو كاين. هذاك الشيء باش خرجت انا بهذا التصريح باش الناس يعرفوا الحقيقه. هذيك مرات با راه هي مولات هاد اللعبه كلها. اما با مسكين غادي على ماشي شنو نقول لك، تتحكم فيه مرته كتحكم فيه، هي اللي مسيره. تبارك الله. هو كان عندها الدار الثالثه، لا جارها ماشي التهمه لا بلاتي، جارها التحتاني كانت كيغوت عليها على الناس اللي كيجيو للدار الثالثه. الدار الثالثه كان فيها الدعاره. المهم هو كان بحال ما كيبغيش يخليهم يدخلوا ولا شي حاجه، نظرت لهم هذا الفيلم باش يخرجوا لها من الدار. اما مسكين ديك الولد والله الا مشى في عام ظلما، وامه ما كانتش حاضره كاع، في الوقت اللي وقع للبنت المغتصبه وقع لها ديك الحاله. بيان سور يبقى فيا الحال، الظلم راه ما كيبغيه حتى شي حد. انا كنخاف من الله اللي خلقني. هددتني داكشي باش هزيت انا يدي من الملف، لان قلت ما نعرف راه مشيت انا عند وكيل العام قال لي راه حنا حولنا للجدرميه. قلت صافي الجدرميه راه قادين بالمسائل ديالهم. لا خص الانسان حتى يتيقن. المغاربه هذه رساله للمغاربه، خصك تيقن من الشيء، ماشي غير يبقى بنادم بلا 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 بلا، كلشي كيعرف يهضر، كلشي كيعرف يدمع، دغيا الدموع كيهبطوا. بنادم يتيقن ويتاكد، لان هذه راه ارواح ناس، وكنتمنى من العداله تعاود المجرى ديالها وتاخذ الاجراءات ديالها من جديد. لا البنت كتبان محفظه، لان مرات بات ما شاء الله مرا شاطره ونص. وحاجه اخرى داير الكاميرات في الدار كلها، زعما قال لك حاضي مرته باش يشوف كي كتعامل لولادو. كيفاش حتى الكابينه داير فيها الكاميرات؟ كيفاش؟ ما فهمت انا والو.
كنتمنى من الله ياخذ فيها الحق ويبين فيها الاعتبار ويبين الحقيقه ديال ديك الناس المظلومين. هذه هي الرساله ديالي. لا ما يتيقوش حتى يتاكدوا، لا ما يتيقوش، يتاكدوا الاول، يتاكدوا. تنتمنى من الناس اللي تبعوا هذا الفيديو يتاكدوا من الحقيقه ومن العداله تعاود الاجراءات ديالها ويتحققوا مزيان. راه الظلم راه خايب، الظلم راه خايب. وهاد المرات الاب تقول لكم ولدها فين هو مخبع.